السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي أبطال أولى إعدادي. أهلا وسهلا بيكم يا أبطال، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة بنبدأ أول خطوة في المشوار بتاعنا، وبنبدأ في كورس مخصص للصف الأول الإعدادي. هنشتغل مع بعض على أهم المفاهيم، هندي تعريف بسيط عن المنهج بتاعنا، بحيث اللي انت تبقى داخل عارف احنا هناخد ايه، تكون عارف المحتوى بتاع المنهج بتاعك. هتلاقي الملزمة بتاعتك في الوصف بتاع الفيديو، حملها، فهات ملزمتك ويلا بينا نبدأ. منهجنا منقسم زي أي منهج دراسات أنت اتعاملت معاه إلى جغرافيا وتاريخ. طيب يا مستر، هنتكلم عن إيه في المنهج بتاعنا؟ هنتكلم عن قارة إفريقيا. هنتكلم عن إيه فيها؟ هنتكلم عن الموقع الفلكي والموقع الجغرافي، أهم الحضارات اللي قامت في قارة إفريقيا. هنتكلم عن نهر النيل وتأثيره في قارة إفريقيا، منابع نهر النيل، أهمية نهر النيل، كل ده هنتكلم عنه في المنهج بتاعنا. هنتكلم عن حضارات من الحضارات اللي قامت في القارة. عندك الحضارة المصرية القديمة، عندك حضارة كوش، عندك حضارة الحبشة، عندك حضارات كتير جدا قامت في القارة، هنتكلم عنها في المنهج بتاعنا. فنبدأ مع بعض ونتكلم في أهم المفاهيم الجغرافية اللي عندنا في المنهج. أول حاجة عايزك تعرفها المسطحات المائية. يعني إيه يا مستر مسطحات مائية؟ هي الأجزاء المنخفضة عن سطح الأرض وغمرتها المياه. يعني أنا عندي أجزاء نازلة لتحت فوقيها مية، دي كلمة مسطحات مائية. طيب المسطحات المائية ليها أنواع ولا حاجة واحدة؟ لا والله ليها أنواع. طيب من أنواع المسطحات المائية اللي عندي البحار والمحيطات وخليج وبحيرة ونهر ومضيق وقناة. تعالى كده نتعرف على حاجة منهم. أول حاجة، يعني إيه كلمة محيط؟ بدماغك من غير قبل ما تشوف تعريف، يعني إيه كلمة محيط؟ والله يا مستر المحيط ده مية مالحة، الله ينور، وكبيرة جدا، الله ينور، وبيعيش فيها كائنات حية ضخمة زي الحيتان، الله ينور. ما هو ده التعريف بس كده؟ بس كده. المحيط مساحة واسعة من الماء المالح ذات أعماق كبيرة عشان تقدر تستوعب أحجام الحيوانات اللي بتعيش فيها. طيب كلمة بحر أخو المحيط الصغير. طب يعني إيه بحر؟ مساحة من الماء المالح أصغر مساحة وأقل عمقا من المحيط. يبقى البحر أخو المحيط. البحر إيه؟ أخو المحيط. طيب كلمة خليج امتداد من البحر أو المحيط داخل اليابس. ومن أشهر الخليجان اللي موجودة عندي في قارة إفريقيا خليج العقبة وخليج السويس، دي من أشهر الخليجان، والاتنين طبعا موجودين في مصر على البحر الأحمر. طيب بعد كده بحيرة. البحيرة مية مالحة ولا مية عذبة؟ الاتنين طبعا مش مع بعض، ممكن تكون مية مالحة، ممكن تكون مية عذبة. يعني هي كده ايه؟ مساحة من الماء المالح او العذب، مساحة صغيرة من الماء المالح او العذب، المية بتحيط بيها من جميع الجهات. يبقى مساحة من الماء المالح أو الماء العذب تحيط بها المياه من جميع الجهات. النهر عبارة عن مجرى مائي عذب. يعني ايه كلمة مجرى؟ جاية من كلمة جري. يعني المية اللي في النهر دي مية ثابتة ولا متحركة؟ لا مية متحركة، يعني بتتحرك، بتجري في المسار بتاعها، يبقى مجرى مائي عذب، مفيش نهر مالح، مجرى مائي عذب. طيب النهر ده بيتكون نتيجة لإيه؟ والله بيتكون نتيجة لحاجتين، إيه هما؟ تجمع الأمطار أو ذوبان الجليد. يبقى النهر بيتكون نتيجة لإيه؟ تجمع الأمطار أو ذوبان الجليد. بعد كده المضيق والقناة، الاتنين واحد. طيب ايه هو تعريفهم؟ ممر مائي يصل بين مسطحين مائيين، ده المضيق. والقناة ممر مائي يصل بين مسطحين مائيين. ايه ده؟ مفيش فرق ما بينهم؟ لا، الفرق اللي عندي ان القناة ممر مائي صناعي. يعني ايه صناعي؟ يعني من صناعة الانسان، يعني صناعة بشرية. المضيق حاجة طبيعية من عند ربنا سبحانه وتعالى.
ده الفرق ما بينهم. بس الاتنين بيتفقوا مع بعض في حاجة، ايه هي؟ اهميتهم. بيليهم اهمية استراتيجية واقتصادية. كلمة اقتصادية مستر عارفينها، قايل لنا كلمة اقتصادية يعني فلوس، اي حاجة ليها علاقة بالفلوس، زراعة بقى، صناعة، تجارة، ممكن هناخدها طبعا مع بعض. طيب كلمة استراتيجية يعني معناها ان الحاجة دي مهمة في وقت السلم ووقت الحرب، ليها اهمية دايما. الحاجة دي ما نقدرش نستغنى عنها. يعني احنا في مصر مثلا ما نقدرش نستغنى عن قناة السويس، دي حاجة اساسية. ما ينفعش اللي احنا يعني دي بتشكل جزء من الاقتصاد المصري، وفي نفس الوقت لازم نحميها كويس عشان ممكن يخش من خلالها اخطار على البلد. دي بالنسبة للأجزاء المائية. بعد كده اليابس. يعني ايه كلمة يابس؟ يعني أرض يا مستر. يعني لو عايزين نقولها بطريقة شيك هقولك الأجزاء المرتفعة عن مستوى سطح البحر ولم تغمرها المياه. طيب من أنواع اليابس اللي عندي القارات والجزر، حوض النهر، والدول الجزرية. عندنا حاجات تاني لسه اتقل. القارة مساحة واسعة من اليابس تضم عددا من الدول. مساحة واسعة من اليابس مالها تضم عددا من الدول. وبما ان احنا بنتكلم عن قارة افريقيا، فهقول لك ان عدد الدول في قارة افريقيا 54 دولة. كم دولة؟ 54 دولة. بعد ما خلصنا تعريف القارة، تعال نعرف الجزيرة. بيقول لك هي أرض تحيط بها المياه من جميع الجهات. عكسها شبه الجزيرة، المية بتحيط بها من 3 جهات بس. يبقى الجزيرة من 4 جهات، أو المية كلها بتحوطها، ولكن شبه الجزيرة ده من 3 أماكن بس، المية بتحيطها من 3 أماكن بس. ومن أشهر أشباه الجزر عندنا في القارة وفي العالم كله هي شبه جزيرة سيناء اللي موجودة في مصر. بعد كده حوض النهر. يعني ايه حوض النهر؟ هي الأراضي التي يجري فيها النهر أو أحد روافده أو تنحدر مياهه إليها. يعني والله أنا عندي، فلنقل مثلا أنت عندك مصر، عندك السودان، عندك إثيوبيا، عندك الدول دي بيجري فيها النهر أو أحد روافده أو تنحدر مياهه إليها. لازم يتحقق فيهم شرط من الشروط دول عشان أقول على الدولة دي دولة من دول حوض النهر. تمام. بعد كده دولة جزرية. الدولة الجزرية ببساطة هي دولة بس عبارة عن جزر. يعني هي دولة ليها أرض ولكن الأراضي بتاعتها متفرقة في البحر، فبقت دولة وجزيرة. دمجت الكلمتين مع بعض طلع لي مصطلح الدولة الجزرية. فكده التعريف بتاع الدولة الجزرية ايه؟ الدولة التي تتكون من جزيرة أو أكثر، أو قد تكون جزء من جزيرة. بنكمل مع بعض وبنخش في التضاريس. يعني ايه كلمة تضاريس؟ أي حاجة عينك بتشوفها. يعني ايه؟ ما فهمتش. يعني أي حاجة أنت بتشوفها دي اسمها تضاريس. أي حاجة طبيعية ربنا خلقها عينك بتشوفها دي اسمها تضاريس. فكده من أنواع التضاريس اللي عندي الجبال والهضاب والتلال والسهول والمنخفضات والواحات. دي هي أنواع التضاريس اللي عندي. نبدأ بحاجة حاجة. الجبال هي أرض شديدة الارتفاع. أرض مالها شديدة الارتفاع، لها قمة وجوانبها شديدة الانحدار، والارتفاع بتاعها بيزيد عن 1000 متر. ومن أنواعها التوائية، انكسارية، بركانية. التوائية، انكسارية، بركانية. التوائية هي الجبال التي تكونت نتيجة حركات التوائية في الأرض. طيب والانكسارية هي حركات انكسارية، الأرض بتنكسر بيطلع منها جبل. طبعا الحوار ما بيبقاش في يوم وليلة، الأرض مش بتتكسر بتطلع جبل، ما هو مش زرعة. الأرض بتنكسر بيحصل على ملايين وآلاف السنين عملية بتخلي الجبل يطلع. البركانية هي نتيجة تراكم الحمم البركانية فبيتكون الجبل. طيب الجبل ده شكله عامل ازاي؟ الجبل عبارة عن أرض شديدة الارتفاع لها قمة. شايف القمة دي كده اسمها قمة، ولها جوانب شديدة الانحدار. يعني أنا ما ينفعش أقعد عليها، ما ينفعش أقف عليها على رجلي، لا لازم أبقى ماسك في حاجة.
يبقى أرض ليها اتنين شدة، ايه هما؟ شديدة الارتفاع وشديدة الانحدار، والشرط بتاعها ان ارتفاعها يزيد عن 1000 متر. طيب هضاب مساحة واسعة من الأرض المرتفعة مستوية أو شبه مستوية ويمكن العيش عليها. ومن أشهر الهضاب اللي عندي هي هضبة الحبشة أو إثيوبيا، دي دولة عبارة عن هضبة. بعد كده تل أخو الجبل الصغير، أرض مرتفعة قليلا ولها قمة تقل عن 1000 متر، يبقى القمة بتاعتها مالها؟ تقل عن 1000 متر. طيب بالنسبة للسهول، أراضي مستوية أو شبه مستوية. طيب من أنواع السهول ساحلية، فيضية، صحراوية. الساحلية اللي هي على ساحل البحار أو المحيطات، الفيضية اللي هي موجودة على جوانب الأنهار، الصحراوية اللي هي في الصحراء. سهلة برضو يا مستر. أنا حاسس إن أنا مش فاهم يعني إيه كلمة سهول. كلمة سهول ببساطة شديدة أي حاجة سهل إنك تتحرك عليها، بس كده. بس كده. بعد كده بنعرف المنخفض. يعني ايه كلمة منخفض؟ أرض منخفضة عن الأراضي التي حولها، أرض مالها؟ منخفضة عن الأراضي التي حولها، وقد تكون منخفضة عن مستوى سطح البحر. يعني هي أرض واطية عن المساحة اللي حواليها، يعني لو دي المساحة، لو دي المنسوب بتاع الأراضي اللي حواليها، هي هتبقى هنا والأراضي بتاعتها هنا. ومن أشهر المنخفضات اللي عندي منخفض القطارة في مصر. بعد كده واحة، هي أرض منخفضة في الصحراء صالحة للحياة وتعتمد على المياه الجوفية. المياه الجوفية اللي هي بتعتمد عليها دي موجودة في الآبار والعيون العذبة، وفيها أراضي خصبة للزراعة. ومن أشهر الواحات اللي موجودة عندي هي واحة سيوة اللي موجودة فين؟ في مصر. الله ينور عليك. بنكمل مع بعض وبنعرف المناخ. يعني ايه كلمة مناخ؟ هو متوسط حالة الجو خلال فترة زمنية طويلة، شهر، فصل من فصول السنة أو عام كامل. يعني والله أنا لما أقول لك دلوقتي إحنا فين، تقول لي إحنا في فصل الصيف. طيب فصل الصيف ده المناخ، قلت لك إيه المناخ بتاعه عامل إزاي؟ هتقول لي الجو حر، مفيش أمطار، الكلام ده. طب لو سألتك إحنا فين، قلت لي أنا في فصل الشتاء. لو سألتك المناخ بتاعه تقول لي والله الجو ساعات الدنيا بتشتي. فده هي المناخ. طيب بعد كده الطقس، هو المناخ بس ده في وقت طويل. قلت لك فصل من فصول السنة. الصيف بيبقى كام شهر؟ 3 شهور، والشتاء 3 شهور ولا 4 شهور، فدي مدة طويلة. لكن الطقس هي فترة قليلة، يعني قد ايه؟ يوم، يومين او اسبوع. يبقى متوسط حالة الجو خلال فترة زمنية قصيرة، يوم، يومين، اسبوع. يعني زي ما احنا بنسميها النوة. يعني والله مثلا احنا دلوقتي مثلا في فصل الصيف، الجو المفروض ان هو حر، مفيش مطر. لما الدنيا تمطر علينا يبقى دي اسمها ايه؟ والله ده اسمه حالة الطقس. في تغير في حالة الطقس. تمام، في تغير في حالة الطقس، ما ينفعش اقول عنه مناخ، اقول لك الطقس حصل فيه تغير. تمام. طيب يعني ايه كلمة اقليم مناخي؟ هي منطقة محددة على سطح الأرض لها خصائص مناخية معينة. من أشهر الأقاليم المناخية اللي موجودة عندنا، عندك إقليم البحر المتوسط، إقليم السافانا المعتدل البارد، والإقليم الصحراوي. فيه طبعا أقاليم تانية بس إحنا بندردش. لما أنا أقول لك والله قول لي الإقليم الفلاني ده مواصفاته إيه، تقول لي والله بص هو الجو فيه معتدل. يعني ايه معتدل؟ يعني الجو حلو كده، الحرارة فيه لطيفة، الجو معتدل، فيه مطر، هتلاقي عندك اشجار مش عارف كذا، هتلاقي عندك حيوانات كذا. طب والاقليم الفلاني طب والاقليم الفلاني لا ده الجو ساقعة، ده بينزل مطر في الصيف. ايه ده، هو في حاجة كده؟ هنعرفها مع بعض. ده في حيوانات كذا وكذا وكذا وكذا. طب التغير ده جه منين؟ والله احنا لما جينا نشوف العالم لقينا ان والله مثلا مصر وليبيا وتونس والجزائر وي الاماكن دي كلها، لقينا ان هم بيشتركوا مع بعض في شوية خصائص، سمينا الخصائص دي خصائص المناخ بتاعتهم.
طيب لقينا ان الحتة دي بيحصل فيها نفس الخصائص المناخية، في حتة تانية خالص في مكان تاني خالص بيحصل فيها نفس الخصائص المناخية، فسميت الإقليم ده إقليم مثلا البحر المتوسط. وأي حاجة هيكون فيها الجو بالشكل ده يبقى اسمها إقليم بحر متوسط. مفهومة كده كلمة إقليم مناخي؟ بعد كده التغيرات المناخية، اختلاف وتحولات في الأحوال المناخية عن المعتاد. يعني زي ما أنا قلت لك إحنا دلوقتي في الصيف الدنيا شتت علينا أو مطرت، فمعنى إن هي تمطر في الصيف إن كده عندنا تغير مناخي، كده عندنا حاجة اسمها تغير مناخي، إن ده مش المعتاد. المفروض الدنيا بتشتي في الصيف عندنا، لأ، معنى كده إن في تغير مناخي. بعد كده النبات الطبيعي. ما هو النبات الطبيعي؟ هو نبات طالع لنا بصورة طبيعية، حاجة رباني أنا ما اتدخلتش فيها، يبقى هو نبات معين ينمو دون تدخل الإنسان نتيجة تفاعل عناصر المناخ مع مين؟ التربة. يعني عناصر المناخ بتتفاعل مع التربة بتطلع نبات بشكل طبيعي. طيب التنوع البيولوجي. التنوع البيولوجي هو تنوع الحياة النباتية والحيوانية والبيئات على كوكب الأرض. إن الحيوانات مش ثابتة، مفيش حاجة شبه التانية، هنا بيعيش دب قطبي وبطريق، هناك بيعيش الفيلة والأسود والنمور والكلام ده، في مكان تاني بيعيش فيه حيوان مثلا زي حيوان الرنة. طبعا ده مش موجود عندنا في قارة إفريقيا لأن ده بيحتاج مناخ ساقع عشان يقدر يعيش. بص بهدلنا الدنيا في السبورة. بعد كده المحميات الطبيعية. يعني ايه كلمة محمية طبيعية؟ من اسمها ايه؟ محمية، يبقى الهدف منها الحماية، يبقى انا هحمي حاجة. طب ايه الحاجات اللي هحميها؟ والله الحاجات دي ممكن تكون نباتات او حيوانات او اسماك او ظاهرات طبيعية. الحاجات دي ليها قيمة، ما هي لو ملهاش قيمة انا مش هحميها. يعني والله مثلا لو قلت لك ان دب الباندا مهدد بالانقراض، فمعنى كده ان هو عدده بيقل، انا مش عايزه يقل. طب انا مش عايزه يقل ليه؟ والله لكذا سبب، من اهم الاسباب لان انا مش عايز اتعرض لان السلسلة الغذائية تحصل فيها مشاكل. طيب ايه العلاقة؟ ان دب الباندا ده في حيوانات بتتغذى عليه وهو بيتغذى على حيوانات، فلو دب الباندا ده مش موجود في حيوان ما هيكتر بشكل كبير في البيئة، وفي حيوان ما هيموت لان هو مش هيلاقي أكل. تمام. طيب الأخطار الطبيعية هي أخطار طبيعية تنشأ لعوامل ليس للإنسان دخل فيها، يعني هي حاجة حصلت بس أنا ماليش دخل فيها. طيب الأخطار البيئية، الأخطار التي يتسبب فيها الإنسان وتسبب تدمير البيئة. الأخطار البيئية ممكن نسميها الأخطار البشرية. بعد كده التصحر. ما هو التصحر؟ هو تدهور القدرة الإنتاجية للأراضي الزراعية. يعني لو الأرض الزراعية دي القدرة بتاعتها إن هي هتنتج مرتين في السنة محاصيل، هتنتج مرة، أو مش هتنتج أصلا، هتبطل تنتج. ده بسبب إيه؟ بسبب عملية التصحر، وهو عدم الاستخدام الجيد وعدم الالتزام بالمعايير المناسبة لزراعة الأراضي الزراعية. بعد كده التنمية المستدامة. من اسمها تنمية ومستدامة. يعني ايه كلمة مستدامة؟ يعني مستمرة، يعني انا عايز انمي بس بشكل مستمر. طيب لو انا عايز اديها تعريف هقول لك هي الاستثمار الافضل للموارد المتاحة. يعني انا عندي موارد زي حديد، ذهب، نحاس، فحم، بترول، غاز طبيعي. انا لو انسان ما بفهمش او انسان اناني هقول لك طلع لي كل الحديد وكل المعادن وكل النحاس وكلنا نبقى اغنياء وكلنا نبقى معايا فلوس. اقول لك ثانيه واحده، انا لو عملت كده يبقى انا هدمر البيئه. ليه؟ ما انا استخدمت كل حاجه. هو انا بس اللي عايش؟ انا عايش لفتره، عايش 60 سنه 70 سنه وهموت. ابني هيجي بعدي، ابني لو جه ما لقاش حاجه مش هيعرف يعمل حضاره.
الدنيا هتبوظ، مش هيكون في صناعة، لان احنا استهلكنا كل حاجة في الكوكب. يبقى الاستثمار الافضل للموارد المتاحة من اجل ايه؟ اشباع حاجات الجيل الحالي اللي هو انا وانت، مع الحفاظ على تلك الموارد وتنميتها للاجيال القادمة. تمام. طيب الموقع الجغرافي، الموقع بالنسبة للأماكن المجاورة اللي هي اليابس والماء. لو أنا قلت لك حبيبي أنت ساكن فين؟ هتقولي أنا ساكن في الشارع اللي على أوله جزار، وعندي تحت البيت في وش البيت عندي حلاق، وجنب الحلاق هتلاقي سوبر ماركت، وجنب البيت هتلاقي مدرسة. انت عملت ايه كده؟ عطتني الموقع الجغرافي بتاع بيتك. نفس الحوار لما اقول لك والله قارة افريقيا موقعها الجغرافي ايه، تقول لي بص هي فوقيها كذا، تحتيها كذا، على يمينها مش عارف ايه، على شمالها القارة الفلانية او البحر الفلاني او المحيط الفلاني. ده اسمه الموقع الجغرافي. طيب الموقع الفلكي هو الموقع بالنسبة لخطوط طول ودوائر عرض. مستر انا مكسوف منك. ليه؟ لان انا بصراحة مش فاكر يعني ايه خطوط طول ويعني ايه دوائر عرض. هسيب قلمي وتسيب قلمك وبصلي وهفكرك بسرعة. كلمة خطوط الطول، خطوط الطول من اسمها هي خطوط طولية. خطوط ايه؟ طولية. طيب لازمتها ايه؟ بتحدد الوقت. احنا لسه طالعين من كاس العالم. كاس العالم كانت الماتشات بتتلعب في وقت مختلف. مثلا الماتش بتاعك بيتلعب الساعة 3 الفجر، تفتح التلفزيون تلاقي الشمس عندهم طالعة كأنك في عز الظهر، وده بسبب خطوط الطول. خطوط الطول هي المتحكمة في الوقت. طيب ودوائر العرض، دوائر العرض هي المسؤولة عن تحديد درجات الحرارة والمناخ، هي اللي بتقسم لي الأقاليم المناخية. يبقى الأقاليم المناخية دي قايمة على أنهي أساس؟ قايمة على أساس حاجة اسمها دوائر العرض. يبقى الأقاليم المناخية اللي عندي بتقوم على أساس دوائر العرض. إن مثلا أي حاجة عند دائرة الاستواء فالجو فيها هيبقى ليه مواصفات 1 2 3. أي حاجة عند إقليم البحر المتوسط المواصفات بتاعته هتبقى 1 2 3. دي على أنهي أساس؟ على أساس دوائر العرض. بعد كده تقسيم اليابس والماء في العالم. بيقول لك ان الكرة الارضية 510 مليون كيلو متر مربع. الكوكب بتاعنا بنسميه الكوكب المائي. ليه؟ لان المية اكبر من اليابس. طيب المية كام واليابس كام؟ 70.7 مية، 29.3 يابس. القارات اللي عندي بتنقسم لإيه؟ نوعين: قارات عالم قديم، قارات عالم جديد. ما هي قارات العالم القديم؟ هي القارات اللي الإنسان اكتشفها وعاش عليها منذ القدم. طيب والمياه؟ الماء عندي موجود بحار، محيطات، أنهار، بحيرات، كل دي أنواع المياه. طيب دوائر العرض الرئيسية وخطوط الطول أنا شرحت لك معناهم وقلتهم لك، تعالى أفكرك بيهم وبأماكنهم. عندي الدائرة القطبية الشمالية ودائرة الاستواء والقطبية الجنوبية ومدار السرطان ومدار الجدي. لا مستر ورهم لي بعيني. في النص تعالى نغير اللون. في النص عندي دائرة الاستواء. يبقى في نص الكوكب عندي ايه؟ دائرة الاستواء. طبعا مش محتاج افكرك ان خطوط طول دوائر عرض الاتنين خطوط وهمية مش موجودين في الحقيقة، حاجات من صنعنا احنا كبشر. طيب فوق عندي السرطان. يبقى فوق فين؟ في الشمال. في الجنوب الجدي. جنوب جدي، جنوب جدي، الجيم مع الجيم عشان لو نسيت تفتكر. يعني انت لو لقيت حاجة تحت تقول ايه؟ ده تحت الجنوب يبقى مدار الجدي، وفوق في الشمال مدار السرطان، وفوق الدائرة القطبية الشمالية وتحت الدائرة القطبية الجنوبية. وبالنسبة لخطوط الطول مش عايزك تعرف غير خط اسمه خط جرينتش. خط اسمه خط جرينتش. تمام. نغير اللون بتاعنا الاسود. بعد كده بكلمك عن المناخ. طيب ما هي العوامل المؤثرة في المناخ؟ والله المناخ بيتأثر بثلاث عوامل. ايه هم؟ الموقع الفلكي، القرب او البعد عن المسطحات المائية، ومظاهر السطح. طيب ليه المناخ بيتأثر بالموقع الفلكي؟
والله بسبب القرب أو البعد عن دوائر العرض، وبالتحديد دائرة الاستواء، لأن دي دائرة العرض الرئيسية. القرب أو البعد عن المسطحات المائية، والله لو أنت قاعد في محافظة صحراوية، هل الجو هيكون عندك زي اللي قاعد على محافظة ساحلية؟ لا. زي اللي قاعد عند نهر؟ لا. كل واحد درجة الحرارة بتختلف. يعني والله عندك مثلا احنا في اسكندرية، الجو عندنا الحرارة بتاعته أخف بكتير من المحافظات اللي مش موجودة على بحر. يعني والله مثلا انا كواحد مثلا ساعات بسافر محافظات، الجو في اسكندريه بيبقى اقل مثلا من القاهره، بيبقى اقل من اسماعيليه، بيبقى اقل من بورسعيد، بيبقى اقل من الشرقيه. اشمعنى؟ عشان اسكندريه فيها البحر المتوسط، فالبحر بيعمل على تقليل درجه الحراره. تقل درجه الحراره في المناطق القريبه من البحار، وترتفع في المناطق البعيده عن البحر. مظاهر السطح: ترتفع الحرارة في المناطق المنخفضة وتقل كلما ارتفعنا لأعلى. يعني الكل معلى كل ما الجو هيبقى أفضل. عشان كده بتلاقي على قمم الجبال هتلاقي ثلوج، ده بسبب انخفاض درجة الحرارة لأن أنا طلعت لفوق. وتختلف هذه العوامل من مكان لآخر، ولهذا لكل منطقة خصائص مناخية مميزة. طيب، الأقاليم المناخية في مصر، والله من أهم الأقاليم المناخية إقليم البحر المتوسط والإقليم الصحراوي الحار. والإقليم الصحراوي الحار هو اللي بينتشر في معظم أجزاء مصر. إقليم البحر المتوسط طبعا معروف هيبقى فين؟ فوق عند البحر المتوسط، الحتة بتاعت البحر المتوسط. طيب الصحراوي الحار ينتشر في أغلب أجزاء مصر. موقع مصر وأهميته: بيقول لك تقع مصر في الركن الشمالي الشرقي. في الركن مين؟ الشمالي الشرقي. يعني دي الاتجاهات طبعا بتاعتنا: شمال جنوب، شمال جنوب، شرق غرب. مصر في الحتة دي ما بين الشمال وما بين الشرق، يبقى في الركن الشمالي الشرقي. طيب ايه هي اهميته؟ 3. ملتقى القارات، العالم القديم، مما ساعد على اتصالها تجاريا وحضاريا ببعضها البعض. اوروبا اهي، اسيا اهي، ما بينهم افريقيا وتحديدا مصر. فانا عايز هعدي من هنا، عايز هعدي من هنا. تمام. قناة السويس التي تعد من أهم الممرات الملاحية في العالم. زي ما قلت لك في أول المحاضرة، قناة السويس مش حاجة ملهاش لازمة، بالعكس دي أهم حاجة موجودة في مصر. شبه جزيرة سيناء ذو أهمية استراتيجية، وشرحت لك يعني إيه كلمة أهمية استراتيجية. وتعد البوابة الشرقية لمصر وتصلها بقارة آسيا. وعن طريق شبه جزيرة سيناء دخل لنا حاجات كتير، دخل لنا الحضارة الإسلامية، دخلت لنا عن طريق هناك. ليه؟ لأن انت حصل هجرات وحصل حاجات كتير، فالحضارة الإسلامية قدرت ان هي تخش عن طريق هناك. ولازم تأمن شبه جزيرة سيناء، لأن انت لو أمنتها هتقدر تأمن مصر وتقدر تأمن قارة إفريقيا بأكملها. عشان كده تلاقيه بيقولك ان شبه جزيرة سيناء هي قلب إفريقيا. شبه جزيرة سيناء مالها؟ قلب إفريقيا. نهر النيل. قلت لك اللي احنا هنتكلم السنة دي عن نهر النيل. نهر النيل ده ماله؟ أطول أنهار العالم. يبدأ من نهر كاجيرا الذي يصب في بحيرة فيكتوريا بوسط إفريقيا. يبقى بيبدأ من نهر اسمه نهر كاجيرا، بيصب فين؟ بيصب في بحيرة فيكتوريا اللي موجودة في وسط إفريقيا، ويتجه شمالا حتى يصب في البحر المتوسط في الشمال. وعدد الدول اللي بيمر فيه 11 دولة، اللي أنا قلت لك يعني إيه دول حوض النيل. منابع نهر النيل نوعين: منابع دائمة ومنابع موسمية. من المنابع الدائمة هي بحيرة فيكتوريا. طيب والمنابع الموسمية؟ نهر الصباط وعطبرة والنيل الأزرق. يعني ايه دائمة ويعني ايه موسمية؟ ببساطة موسمية يعني مرتبطة بموسم، يعني ممكن تكون بتنزل المية بتاعتها اللي هي عشان بتغذي نهر النيل يعني في الصيف، ممكن تكون في الشتاء، انما دائمة طول السنة شغالة. دي معنى دائمة ودي معنى موسمية. طيب ايه هي اهمية نهر النيل اللي بتخلينا ندرسه؟ 3. ساعد على قيام الزراعة واستقرار المصري القديم، هو اللي خلانا نستقر على الارض بتاعتنا، وقيام الحضارة المصرية القديمة، شريان الحياة في مصر، وسبب في قيام العديد من الانشطة الاقتصادية. دي هي اهمية نهر النيل. خلصنا مع بعض الجغرافيا.
خد نفس، شد نفس كده عميق، اقفل الفيديو دقيقتين ويلا بينا نرجع نكمل. خلصت؟ يلا بينا. أهم المفاهيم التاريخية. المفاهيم دي هنفهم من خلالها المنهج بتاعنا ماشي ازاي. أول حاجة عصور ما قبل التاريخ، هي العصور قبل ما الإنسان يعرف الكتابة. كان فيها تاريخ عادي، كان فيها ناس عايشين وعملوا حاجات وكانوا عندهم مشاكل وعندهم حاجات حلوة وحاجات وحشة، ولكن ما كانش الإنسان لسه اتعلم الكتابة. فعرفنا المعلومات اللي احنا عرفناها عنها عن طريق شوية رسومات على الجدران. تمام. بعد كده العصر الفرعوني، فترة حكم عدد من الملوك ينتمون لأسرة واحدة. طيب أنا عدد الأسرة اللي عندي 30 أسرة. إحنا قسمنا التاريخ المصري ل 30 أسرة، مجموعة ملوك تبع بعض من عيلة واحدة، دول كده أسرة. تمام. طيب الأسرة الفرعونية تطلق على فترة حكم عدد من الملوك ينتمون لأسرة واحدة. تمام. طيب قبل ميلاد السيد المسيح عيسى عليه السلام، ويكون التاريخ تنازلي من الأعلى للأقل. يعني والله لو أنا قلت لك سنة 3000 قبل الميلاد وسنة 1000 قبل الميلاد، أنهي أكبر وأنهي أقل؟ تعالى كده مع بعض نكتبها هنا. دي سنة 3000 قبل الميلاد ودي سنة 1000 قبل الميلاد. وتعالى نشوف التاريخ بتاعنا اللي احنا مثلا عندنا 2026 دلوقتي ومثلا 2025، مين هنا أكبر؟ تعالى نروح على التاريخ بتاعنا الأول. عندنا 2026 السنة الأكبر هي إيه؟ هي السنة الجديدة، هي السنة الحديثة. 2025 السنة الأصغر هي السنة القديمة. ده بالنسبة للتاريخ المعاصر اللي احنا بنستخدمه حاليا، اللي هو التاريخ الحديث أو التاريخ بتاعنا. طيب التاريخ اللي هو قبل الميلاد، اللي هو قبل ميلاد السيد المسيح عيسى عليه السلام، والله عندك إن سنة 1000 قبل الميلاد أكبر من سنة 3000 قبل الميلاد. كده مفهومة. كلمة حضارة هي كل ما أنتجه عقل الإنسان سواء مادي أو معنوي. يعني أي حاجة عقلك هينتجها، سواء أقدر ألمسها بإيدي أو فكر وأفكار في دماغك أنت طلعتها لي على الورق. تمام. كلمة إمبراطورية هي دولة كبيرة مترامية الأطراف. يعني أنا مثلا مركزي الحتة دي، أنا مركزي الأوضة دي، لما أطلع أخد الأوضة اللي جنبي والأوضة اللي جنبي وادخل على الشقة اللي جنبي، يبقى أنا بعمل إيه؟ بكون إمبراطورية. أنا مركزي هنا ودي الحتة بتاعتي، بس أنا طلعت أخدت أماكن حواليا، دي كده اسمها إيه؟ إمبراطورية. أكتر كلمة هنسمعها هي عصر الإضمحلال. يعني إيه عصر الإضمحلال؟ عصر الضعف، عصر الاحتلال، عصر الركود، يعني الدنيا تبقى واقعة. عصر الفساد، يعني حالة من الضعف تسود بعض الدول في فترات تاريخية نتيجة ضعف الملوك. وانا في مصر عندي عصرين اضمحلال، عصر الاضمحلال الاول وعصر الاضمحلال الثاني، وعصر الاضمحلال الثاني ده هو اللي دخل فيه الهكسوس مصر. طيب أسطول بحري، مجموعة كبيرة من السفن تستخدم سواء في الحرب أو التجارة. طيب كلمة معاهدة، اتفاق بين دولتين أو أكثر لتنظيم العلاقات بينهم. دي خريطة زمنية للعصور اللي مرت بيها مصر. عندي عصور ما قبل التاريخ كم عصر؟ عصر حجري قديم، عصر حجري حديث، عصر نحاسي، عصر ما قبل الأسرات. يعني 1 2 3 4 عصور منذ خلق الله الإنسان حتى معرفة الإنسان الكتابة. قديم، حجري، نحاسي، ما قبل الأسرات، يعني ما كناش لسه حتى عملنا الأسرات. العصر العتيق ده بيشتمل على الأسرة الأولى والثانية. طيب الأسرتين دول مين مؤسسهم؟ هو الملك مينا موحد القطرين. الملك مينا موحد القطرين. دي من 3200 قبل الميلاد حتى 2800 قبل الميلاد. بعد كده عصر الدولة القديمة، الأسرات اللي عندي فيه من 3 ل6. من كام؟ من 3 ل6. ده من 2800 قبل الميلاد حتى 2200 قبل الميلاد. طيب عصر الإضمحلال الأول اللي هو عصر الضعف من 7 ل10، من 2200 حتى 2065 قبل
الميلاد. عصر الدولة الوسطى هم أسرتين، ال11 وال12، من 2065 حتى 1775 عفوا. بعد كده الإضمحلال الثاني، تاني عصور الضعف اللي حصل فيه احتلال المماليك، ده عندي من 13 ل 17، من 1775 ل 1570. بعد كده الدولة الحديثة، عصر المجد الحربي، من 18 ل 20. طيب من امتى لامتى؟ من 1570 لحد 1098. بعد كده العصر المتأخر، من 21 ل 30، من 1098 لحد 331. بعد كده حكم الإسكندر الأكبر لمصر، من 332 لحد 323. بعد كده عصر الدولة البطلمية أو دولة البطالمة، دي من 323 لحد 30 قبل الميلاد. بعد كده مصر والرومان، لما حصل الاحتلال الروماني لمصر، من 30 قبل الميلاد لحد 641 ميلاديا. بعد كده عندنا عصر الخلفاء الراشدين اللي تم في عهد عمر بن الخطاب على يد القائد الإسلامي عمرو بن العاص، وأطلق عليه عصر الولاة الذين حكموا مصر نيابة عن الخليفة. بعد كده عصر الدولة الأموية والعصر العباسي، العصر العباسي الثاني. وبعد كده ظهرت لي الدول المستقلة زي الطولونية والإخشيدية والفاطمية والأيوبية والمملوكية. احنا كده اتكلمنا عن الأحداث أو التاريخ اللي مصر مرت بيه على مدار العصور. آخر حاجة هتكلم معاك فيها هي ملامح من التاريخ المصري، شوية أحداث حصلت في التاريخ. نبدأ بأول حاجة حصلت. بيقولك عاش الإنسان فوق الهضاب، حياة تنقل وترحال من أجل جمع الثمار واكتشاف النار حتى حل الجفاف. يعني احنا كنا عايشين فوق الهضاب. ليه؟ لأن هي أول حاجة هضبة فعالية، فالحرارة فيها تبقى أقل من تحت. تاني حاجة الحيوانات مش سهل ان هي تطلع ليها، بالذات الحيوانات المفترسة لان حجمها كبير، فهبقى قاعد في امان شوية وانا عايش على جمع الثمار. اكتشفت في الفترة دي النار، وده كان اكتشاف عظيم. فضلت عايش الحياة دي لحد ما حصل جفاف، مفيش امطار، ما بقاش فيه اكل، فاضطريت انزل الى الوادي، وهنا بدأ الاستقرار. كده الإنسان عرف الزراعة وربى الحيوانات وبنى البيوت من الطوب اللبن. طوب اللبن ده هو طوب خفيف كده، طوب بيتعمل من، عبارة عن قش الرز وعبارة عن شوية طينة بيتدمجوا مع بعض وبيطلع لنا قالب طوب اسمه الطوب اللبن. طيب الناس بدأت تكتر، ظهرت القرى، بعد كده عدد القرى ظهر بقت مدن، بعد كده عدد المدن ظهر كتر عفوا بقت أقاليم، وبقى لكل إقليم حاكم وجيش يحميه، لحد ما وصل عندي عدد الأقاليم ل42. مصر مرت بوحدتين، الوحدة الأولى والوحدة الثانية. دول مش المنهج، وحدتين يعني وحدتين، يعني قوتين تعاونين، يعني اللي احنا ايدينا كده في ايد بعض. طيب الوحدة الأولى حيث نجحت مملكة الشمال في توحيد مصر، وكانت أون أول عاصمة للبلاد. أون دي اللي هي هليوبلس، اللي هي عين شمس حاليا. الوحدة الثانية على يد الملك مينا حاكم طيبة، اللي هو مينا نعرمر، اللي هي مملكة الجنوب، وانتشر الاستقرار وأطلق عليه العصر العتيق اللي هو الأسرات من 1 ل2. بعد كده عصر الدولة القديمة، قلت لك من الأسرات من 3 ل6، وأطلق عليه عصر بناة الأهرام، عصر بناة الأهرام. طيب عصر الضعف الأول، عدم الاستقرار، قلت لك الضعف اللي هو الدنيا رايحة في داهية مننا. عصر الدولة الوسطى كان فيه إقامة للعديد من المشروعات وبنسميه عصر الرخاء الاقتصادي. طيب عصر الضعف الثاني ده كان بسبب احتلال الهكسوس لمصر، تعرضت البلاد لخطر الهكسوس واستطاع الملك أحمس طردهم، وطبعا هنتكلم عن الحوار ده بالتفصيل الممل في المنهج بتاعنا. طيب عصر الدولة الحديثة سمي بعصر المجد الحربي، سمي بعصر المجد الحربي. ليه؟ بما تفسر علل، عشان ملوكه اهتموا بالتوسع خارج البلاد،
وكان في العديد من المعارك، وعملنا تأمين للحدود، وعملنا إمبراطورية عظيمة جدا جدا. آخر حاجة عندنا العصر المتأخر، ده الأسرات من 21 لحد الأسرة 30. ده عانت البلاد فيه لحالة من الضعف، ولكن كان عندي الأسرة 26، دي كانت عصر النهضة. طيب الحوار ده انتهى بإيه؟ انتهى على يد الفرس، وأسسوا أسر حاكمة حتى الأسرة 30، يعني من بعد الأسرة 26 اللي كان بيحكمنا الفرس. وانتهى الحكم الفرعوني على يد الإسكندر الأكبر المقدوني، وأنشأ مدينة الإسكندرية. وبعد وفاة الإسكندر المقتنيات بتاعته اللي هي الدول والأماكن اللي كان بيحكمها اتقسمت على الجنود بتوعه اللي هم القادة بتوعه يعني. ومصر كانت من نصيب بطلميوس الأول، وأسس دولة البطالمة. وبعدها احتل الرومان مصر حتى منتصف القرن الأول الميلادي، حتى دخلت المسيحية مصر، وكان المسيحيون بيتعرضوا للاضطهاد الروماني. ومن أشهر الأباطرة اللي كانوا بيعرضوا المسيحيين للاضطهاد هو الإمبراطور نيرون. وبعدها تم الفتح الإسلامي لمصر على يد مين؟ سيدنا القائد عمرو بن العاص. الكلام ده كان سنة 641، وخلص المصريين من الروم. وبعد كده أصبحت مصر منارة لنشر الإسلام لجميع أنحاء العالم، وكانت مصر حائط صد منيع وقلعة للدفاع عن العالم الإسلامي. طيب إيه دليلك على كده؟ أنا عندي صلاح الدين الأيوبي وعندي سيف الدين قطز. طيب صلاح الدين الأيوبي عمل إيه؟ هزم الصليبيين في معركة حطين وخلص بيت المقدس. وبعد كده عندي سيف الدين قطز عمل ايه؟ هزم المغول في معركة عين جالوت. وكده تم بحمد الله نكون خلصنا الكورس التأسيسي بتاعنا. اتمنى تكون استفدت. اعمل شير للفيديو مع اصحابك، وبس على كده اشوفك على خير في المحاضرة الجاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.